السلام عليكم، معكم خديجة من قناة خديجة شانيل. كنتمنى ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ربي ان شاء الله. كنقول لكم عواشركم مبروكة، رمضان مبارك ان شاء الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة والهنا والرزيق، اي واحد باش ما كيتمنى يا ربي يا ربي ان شاء الله. والله يرحم جميع الاموات ديالنا واموات المسلمين يا رب. اذا لا فيديو ديال اليوم واخا انا جيتكم شويه معطله في التحضيرات، ولكن بالنسبه لي انا ما كنديرش دي كوموند او لا شي حاجه اللي سميتو اللي غادي نبدا على قبله مني متى. يعني انا كنخلي التحضيرات ديالي. شنو هما التحضيرات؟ بالنسبه للتحضيرات ديالي هما الشباكيه، شويه ديال السلو، شويه ديال البريوات. المهم هذا الشيء اللي كندير. يعني كنخلي حتى كتبقى ديك اليومين 3 ايام بحال هكا عاد كنديرهم. انا عزيز عليا نخلي بحال هكا باش كيبقى كتكون حاجه يعني جديده زوينه. وهذا صافي هذا اللي كاين. الو اليوم ان شاء الله جيت باش نشارك معكم العسل. بالنسبه للعسل راه كيبقى كلشي بحال يعني بحال ما كاينش شي اختلاف اللي هذا، كيبقى اختلاف غير بالنسبه للتنسيم ديالو هذا وصافي. اما بالنسبه للمقادير هذا راه كيبقاو بحال. الو بالنسبه للعسل انا ديجا شاركت معكم في القناه وجيت عاوتاني باش نشارك معكم ان شاء الله. المهم غنشارك معكم داكشي اللي غادي نحضر وصافي. الو بالنسبه للعسل غادي نحتاجو فيه هنايا. وبالنسبه لهذا العسل بعدا راه كينجح، يعني غتبعوا غير المقادير اللي غنعطيكم والطريقه، راه كونوا متاكدين انه غينجح معكم 100%. انا راه بالنسبه لي انا العسل راه يعني غير مؤخرا اللي وليت كندير العسل راه صراحه كيصدق معايا، كيجي يعني ناجح 100%. الوغ بالنسبه للعسل كنحتاجو هنايا 2 كيلو ديال السكر سنيده اولا القالب ديال السكر القالب ديال السكر اللي فيه 2 كيلو. كديروا عليه اطرو ديال الماء. بالنسبه للقالب الا كنتو غديروا القالب غديروا ليه لا قبل وغتخليو عليه الماء وتخليوه حتى كيذوب على خاطرو. ولا درتو سنيده كي بحالي انايا هنا غادي ديروها وغتحركوا مزيان ديك السنيده مع الماء، وغادي تزيدوا عليها هنايا زدت عليها حامضه اللي كنكون مقطعاها بهذه الطريقه دي طرونش هكا. وكنحيدوا ليها داك العظم ديالها، داك العظم حيت هو اللي كيخلي لنا المروره في العسل. صافي انا هنا درت واحد العويد ديال القرفه ودرت نجيمات اولا الباديانه ولا المهم هذا جوج. هنا كيف ما قلت لكم بالنسبه للتنسيم كيبقى كل واحد حسب سميتو ديال شنو كيبغي باش كينسم. صافي كنبقى بهذه الطريقه كنبدا نحرك حتى كنحرك مزيان حتى كنحس بديك السكر ثاني دابت مع داك الماء. عاد غادي نسد عليها وغادي نشعليها نهار اللي كتكون مهيله، ما تكونش مجهده وما تكونش ناقصه بزاف، كتكون مهيله متوسطه. كنسدوا عليها اون فوا كتبدا الكوكوط ديالنا كتصفر كنحسبوا ليها 40 دقيقه حتى ل 45 دقيقه وكتحلوا عليها. وإلا كنتو ما غديروش في الكوكوط غادي ديروها غير في قميله، يعني غتسدوا ليها راه هكاك اون فوا غادي تبدا كتطبخ. غير كتبدا تطبخ كتحسبوا ليها كيف ما قلت لكم، وديجا الا كانت غير طنجره عاديه راه كتطلعوا ليها. المهم بالنسبه للكوكوط كتسدوا عليها اون فوا كتبدا كتصفر حتى كتبدا تصفر كتحسبوا ليها 40 دقيقه حتى ل 45 دقيقه. صافي من بعد ما كتحلوا عليها غادي تلقاوها كيف ما غتشوفوا معايا، غتلقاو الحامض ديالكم بهذا اللون اللي غادي تشوفوا معايا، كتلقاوه يعني احمر بحال هكا. صافي من بعد ما كنحسوا بها انها سميتو الا لقيتو باقي اللون ديالها شويه فاتح وهذا حاسين بها انها يعني باقي خاصها شويه الطياب، كتزيدوا ليها الطياب. باش كتجربوها كديروها كديروا شويه كديروه في طبيصيل وكتحطوه وكتشوفوا العسل ديالكم كيفاش داير. هنا كيف ما كتشوفوا انتم الحامض كيفاش خاصكم تلقاو بهذا اللون. صافي هنايا غادي نصفي داك الحامض وداك العويد ديال القرفه وداك النجيمات غادي نحيدهم وغادي نطفي العسل ديالي بواحد الكاس ديال الماء زهر
بواحد الكاس د المزهر، كاس ديال العنبه، وكنديرها كنشعل عليها عاوتاني باش كطبخ شويه. هنا فاش كنشعلوا ليها كنخليوها طبخ ما بين المهم 5 دقائق حتى 10 دقائق صافي، وكتخليوها على جانب حتى الغد اللي حتى كتبرد على خاطرها. عاد كتخدموا بها. وراه كونوا متاكدين الا تبعتوا كيف ما قلت لكم المقادير وطريقه التحضير ديال هذا العسل اللي شاركت معكم، راه غادي ينجح معكم 100%. صافي كيكون هذا هو العسل ديالنا. كنتمنى ان شاء الله لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم، وغنقول لكم مع فيديو جاي ان شاء الله، وفيديو ان شاء الله يقدر يكون ان شاء الله ديال السلو ومن بعد ديال الشباكيه والبريوات. يلا كنقول لكم عواشركم مبروكه، وخليت لكم راحه البال، وما تنسونيش تنتموا من اللايكات ديالكم، واللي اول مره كيشوف هذه القناه يشترك فيها ويضغط على زر الجرس باش يتوصل باي جديد. يلا باي باي، بسلام عليكم.